وروسنا الفوق ما نبعتوش. ودابا انتم عندكم الكرامه وخاسرين بكرامه حيت ما نبطحتوش، وهادي 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 وهاد التفسيرات ديالكم. علاش بقى فيكم الحال؟ علاش راكم معصبين؟ انا كنعرف الا كنتو خاسرين بكرامه وعارفين باللي عندكم ربحتوا كرامتكم ربحتوها، يعني خساره في كره القدم كما كتقولوا ما غاديش تاثر فيكم، غادي تجيو البرنامج وانتم ضاحكين. تونس الدراري خسرت مع بلجيكا في ماتش اميكال ب 3-0 ب 5 يمكن 5-1 واه. والكارثه في ذاك الماتش ماشي اللي في ذاك الماتش، دابا فاش دخلت بلجيكا لكاس العالم تعادلت مع مصر ذاك النهار، وهذا النهار كتمرمد تما مع ايران. يعني بلجيكا ماشي كاع فريق اللي معيار اللي غيمرمدك. واخا كيمشيو بداك المدرب دخلوا كاس العالم تلقاو واحد 5-1 من السويد. قالوا اش غنديروا ما نديروا، عيطوا لهيرفي رونار كان متكي في الاوتيل، قالوا له رواح تزرع الروح المعنويه في اللعابه. جا هيرفي رونار بوبري دار معهم واحد الاجتماع، راكو عارفين ما غاديش يهضر على الكره ولا على شي بلان بحال هكا. اجتمع مع الدراري بغى يزرع فيهم غير ديك الروح المعنويه والنفس، راه كتمثلوا الشعب، راه بنادم مخلص فلوس وجاي يتفرج فيكم. وشنو وقع؟ الدراري جاو يلعبوا مع اليابان، خسروا الدراري ب 5000 خسروا ب 4-0. خسروا ب 4-0 الدراري والله الا قاسحه بالله. ومشكله عصام الشوالي فاش كيتقرص في الماتشات كيبقى يبينها، فهمت؟ واسمع شنو قال. بهذه الطريقة نقول يا ريتنا ما ترشحنا الحقيقة، يا ريتنا ما وصلنا لكأس العالم. يا ريتنا ما ترشحنا، يا ريتنا ما وصلنا لكاس العالم. بهذه الطريقة نقول. ولكن الصراحه الدراري راه غير باش يعرفوا باللي المغرب داكشي اللي كيدير فيه المغرب كنرجع ليها مره اخرى، راه ماشي ساهل، راه ماشي ساهل. كونوا واضحين. وواحد النقطه اخرى لاحظتها، كون كانوا اللعابه ديال المنتخب ما عندناش دوك المحترفين، الله يخلف عليهم، والله يخلف على الوالدين ديالهم، كون ما عندناش دوك المحترفين كنا غنعانيو حتى حنا من هاد الحاله اللي راه فيها تونس. كنا غادي نبقاو نتقاتلوا هنا في لافريك باش نطلعوا لكاس العالم، ونهار غنطلعوا غادي نبقاو نتمرمدوا بهاد الخمسات وهاد الستات. هذا هو الواقع. اوروبا الدراري عطاتنا لعابه مكونين عارفين، قراو الكره قراوها في الصغر. جايين عندنا لعابه ديال النخبه صراحه مع مدرب زين، عندنا منتخب واقف باش نكونوا واضحين. ثانكس فور ذا المحترفين والوالدين ديالهم الدراري. عادي جدا هادشي كيوقع. شنو كاين اخر؟ لا ما غاديش نقول ديك الكلمه، ما غاديش نقول هاد الكلمه. الدراري بغاو يستفزوني نقول هاد الكلمه، ما غاديش نقولها. قلتها البارح في واحد الفيديو جاب لي 2 المشاهدات، ولكن شوف تفرجوا الدراري الفيديو. ما نقراش هاد الكلمه، ما نقراهاش. شد عندك يا سعيدي. روح التاريخ عرفتي واش كيفكرني؟ ماشي واش كيفكرني التاريخ، فوقاش دار على دوك الايامات ديال النواه، فاش كنا كنلعبوا مع الموزمبيق وكنفرحوا الا تاهلنا لكاس افريقيا. كنا لاعبين مع الموزمبيق في واحد الماتش وماركين عليهم الرابع، وهذا واحد المعلق في راديو باص. شو الفرحه بالتاهل ديالنا لكاس افريقيا. وبالمناسبه هذا الجول الرابع اللي تماركا البارح على تونس. شد عندك يا سعيدي. منتخب الجابون الدراري في الكره العالميه راه داير بلاصتو. عنده واحد الاستمراريه صراحه منذ مده، وكيلعب مزيان. راه حتى في كاس العالم اللي فات راه كان لاعب مزيان. عندهم فرقه زينه، وفي الغالب غادي يتلاقاو معاهم في الطريق ديالنا، عندك سواء الجابون سواء هولندا سواء السويد. شنو كتفضلوا الشباب نتوما كمنافس الا تاهلنا الاولين ولا الثانيين؟ حيت في الغالب غنتلاقى مع شي واحد من هذه المجموعه. واش كتفضلوا الجابون ولا السويد ولا هولندا؟ وعلاش؟ بلا ما نهضروا تونس راه ودعوا. قولوا لنا في لي كومونتير الشباب شنو المنافس ديالكم المفضل، وعلاش بالضبط؟ علاش هولندا بالضبط، ولا علاش هذه، ولا علاش الجابون بالضبط؟ انا الراي ديالي كنفضل نتلاقاو مع هولندا. هولندا غادي يسلخوها الا تلاقينا معها على حسابي. عندنا لعابه، عندنا اسلوب ديال اللعب كيركز على الضغط، غادي نهلكوهم صراحه. بصح الا تلاقينا مع هاد الجوابنا هادو راه قاصحين. قاصحين هادو دايرين بحال الماكينات. ولكن كيبقى المنتخب المغربي الدراري دابا هو الذي يضرب له الف حساب، وليس المنافس. نشوفوا شنو قال رود خوليت لاعب المنتخب، الاسطوره ديال المنتخب الهولندي فاش جبد له ابو تريكه المغرب. انا بتكلم على المستوى اللي ظهر بيه هولندا في اول ماتشين، لو فضل بنفس المستوى هيخسر من المغرب وهيخسر من البرازيل.
هاتوا نحن في انتظارهم. قال لك ديك هاتو صافي، هذا جبدنا الدراري صافي، مادام قال التعويذه نتاع هاتو مشاو فيها. اذا كنت قال له ابو تريكه زعما الا مشات هولندا بهذا اللعب نتاع الماتشات، جوج ماتشات الاولى اللي لعبات، راه غادي سواء تلاقات مع المغرب ولا مع برازيل راه غادي تهلك. قال له رد خوليت هاتهم زعما جيبهم. هادشي كيحفزنا كيعطي الثقه للعابه ديال المنتخب والجمهور، وان شاء الله الدراري نفوتوا فيهم. ديك كاس العالم راه في الجيب هذا العام، ما كاينش الضحك. ورجعوا لهاد الفيديو الدراري من بعد وسيبريميو الا بقيت في الحياه. هو يحلم جاي مد شرا جيعان، واليوم ولا يخمم راشي في والله لا تونس بالله بالمدرب القديم وبالمدرب الجديد، نسى الواحد 4-0. الالمان لا سوليسيون جا تمتم، راهو يحلم جاي مد شرا جيعان. ولكن راه زعما الصراحه الكره التونسيه والمنتخب التونسي راه طايح له التفاعل بزاف اصاحبي. راه دابا بحال دابا راه ميمكنش واحد الوقت كنا كنتقارنوا مع تونس مع اللي قرب لنا، راه ما يمكنش دابا، راه بعدنا بزاف عليهم. باش تلقى هاد المعاناة هادو كيتقاتلوا باش يجيبوا غير نقطة ويربحوا ماتش وربعة وخمسة، راه كتقول كي دارت هاد تونس جات لكأس العالم. وورد كاب ان ذا بوكيت، يا ذا وورد كاب ان ذا بوكيت، ان شاء الله ان شاء الله. اوف كورس اوف كورس. شوف ما تستفزونيش الشباب في لي كومونتير، نبقى نهضر معاكم بالونجلي ولا خليوني نضرب بالدارجه الله يحفظك. راه غادي نجبد ديك الونجلي عاود غنوليو نترشو هنايا الاخر يبقى يهرب لينا بنادم. كريزي مان. انظروا من اتى هنا. هادو العشران تونس والسعوديه، انظروا من اتى. وراه غادي ياتي لهم واحد المنتخب راه هنا في الدوره، راه غادي يجي لهم. انه ابا خليفه مرحبا. انا راه تلعب الخيري، غادي نزيدوها معاهم الدراري. شبيه رجل البريه. هاد النهار ديال الربعة، 4 لتونس و4 للسعوديه. دابا نمشيو لتونس الشباب ونمشيو لواحد البرنامج ديالهم تما. تونس نورمالمون حنا كنا معاهم اليز لافاليز. كنا غاديين مزيان في الكره، كيحترموا ديك الانجازات اللي وصلنا ليهم، كياناليزيو بالعقل، ما كيديروش الاناليز ديال شي ناس راهم هنايا في الانطوراج ديالنا، كانوا كياناليزيو بالعقل. المنتخب الوطني غادي، المنتخب المغربي غادي مزيان، ها علاش كاين واحد النظره على المدى البعيد، كاين خدمه، كاين ملاعب، كاين بنيه تحتيه، وزيد تجمعوا بزاف ديال المعطيات عطاونا هذا المنتخب. تخرج لنا هاد القميص هادي ديال اللي كيجيب لك عمك من فرنسا. تخرج لهم هاد القميص الدراري، شوفوا شنو قال. نخسروا بشرف وروسنا الفوق، ما نبعتوش وما نبيعوش القضيه العربيه. هما باعوا كل شيء باش يوصلوا للمستوى هذاك، نحن ما بعناش. احنا رانا عندنا اولويه الكرامه، هذا اولا. الحاجه الثانيه كان حبينا نوصلوا بين قوسين اللي وصلوا من غير ما نعطي عليه، ما نحدد معناها نقيمه. رانا عملنا سياسه الانبطاح والاستسلام لغيرنا، لكن فما نقطه برشا اللي احنا زاد قاعدين نروجوا لها احنا بنفسنا، نحكيو على ثوره وعلى استراتيجيه معناها ايجابيه في المغرب من ناحيه كره القدم. راهو هذا نقول لك وهم، لانه ما فماش حتى استراتيجيه غير البنيه التحتيه. صحيح فما تحسن، ودابا انتم عندكم الكرامه وخاسرين بكرامه حيت ما نبطحتوش، وهادي وهاد التفسيرات ديالكم. علاش بقى فيكم الحال؟ علاش راكم معصبين؟ انا كنعرف الا كنتو خاسرين بكرامه وعارفين باللي عندكم ربحتوا كرامتكم ربحتوها، يعني خساره في كره القدم كما كتقولوا، ما غاديش تاثر فيكم، غادي تجيو البرنامج وانتم ضاحكين تقولوا حنا فضلنا هذا الشيء. ولكن بان لي العكس، راعي ليكم منفوخين ومعصبين زعما كتهاجموا المغرب. سي با لا بين. في البنيه التحتيه المغربيه، لكن شوف ما تستفزونيش، غادي نبقى نجبد شي مصطلحات ناري. عندي شي مصطلحات الدراري قاصحين غادي نجبدهم وغادي نسقوا شي حاجه ماشي هادي. انا والله الا عندي واحد الفنشه ديال المصطلحات بدات كتخدم الاخر الدراري غادي تشوفوا. بلاتي نديروا على الجلسه. زيد من ناحيه كره القدم وكان هما عندهم استراتيجيه وصلوا للنتيجه، راهم ما يجيبوش في اللاعبين من اوروبا والمزدوجين الجنسيه كما. على هاد النقطه هادي نتاع ما يجيبوش لاعبين من اوروبا مزدوجي الجنسيه، هذا اللي كيهضر هذا راه المنتخب ديالهم تونس راه بقى شي شهرين كيستنى اللاعب ديال السويد، هذاك اللي ترشهم بجوج ديال الكوال داك النهار في الماتش نتاع 5-1. هذا المنتخب ديال هذا السيد هذا راه بقاو شهرين كيستناوه باش يوافق يلعب لهم مع تونس حتى يختار السويد، باش تعرف.
فاش ما كتوصلش شي مثال كي كيقول العنب، فاش ما كتوصلش العنب شنو كتقول؟ السوس. فاش ما لا ما كاينش المثال. فاش ما كتوصلش للعنبه الدراري كتقول راه زرق، وراه العنب زرق في هذه اللحظه. نسميهم ولا يشريوهم فيهم حتى بالفلوس، حتى على المستوى الايديسات والليفان نلقاهم كل ايوا راه تونس راه زرق عندهم العنبه الدراري بحال والو غادي يقلبوا البارابول عندنا.